السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. خبير تحكيمي شيكابالا لم يستحق ركلة جزاء أمام غزل المحلة. علق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي على أداء طاقم حكام مباراة الزمالك وغزل المحلة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. وقال الشناوي عبر فضائية اون تايم سبورت: قرار احتساب الهدف الأول للزمالك ليس مسؤولية حكم الفار، لكن من المفترض أن يكون قرار أحمد الغندور حكم اللقاء، والهدف صحيح لأن لاعب الأبيض لمس الكرة قبل قيام زيزو بالتسديد. وتابع الشناوي: إلغاء هدف غزل المحلة الذي تم تسجيله في الشوط الأول قرار صحيح لوجود تسلل. وأضاف: غزل المحلة لم يستحق ركلة جزاء، وقرار الحكم بعدم احتسابها صحيح لأن هناك حالة تسلل في بداية اللعبة على لاعب المحل. وأكمل: شيكابالا لم يستحق ركلة جزاء، الاحتكاك طبيعي لا يستحق احتساب خطأ، كما أنه من خارج منطقة الجزاء، وقرار الغندور باستكمال اللعب صحيح. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى ينال إعجابكم، ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.